لو شلت القلم راح تشوفون ايش قد جذوره كثيفة. وأنا من خلال هذا الفيديو راح أشرح لكم أفضل طريقة لزراعة أقلام العنب. هذا هو قلم العنب اللي بدنا نزرعه. بدنا نقص من هين بهذا الشكل، بدنا نجرد القلم من كل الأشياء اللي موجودة عليه، ونترك القلم تقريبا بطول 10 أو 15 سنتي بهذا الشكل. ولازم يكون بالقلم ببرعمة أو برعمتين. هاي البرعمة ما بدنا إياها، بدنا نترك فقط برعمة واحدة مشان بعدين نخليها تمد ومشان العريشة تكبر. بدنا نتلف هاي البرعمة السفلية بهذا الشكل، وبعدين نحدث شرخ بهذا الشكل بقلم العنب، وبعدين نضيف عليه مادة الشمع، وبعدين نغرسه بالتربة. هذا هو أصبع الشمع، بدنا نحرقه بهذا الشكل، وبعدين بدنا نجيب القلم وبدنا نحط عليه الشمع بهذا الشكل عشان نحميه من الأمراض الفطرية. وإذا ما توفرت مادة الشمع ما بمشكلة، تقدر تغرس القلم مثل ما هو بهذا الشكل. بالنسبة للتربة عندي تربة حمراء طينية. قبل ما نغرس القلم بالتربة، إذا كانت عندنا التربة ناشفة بهذا الشكل لازم نسقيها بهذا الشكل، لأن إذا كانت التربة رطبة وغرسنا القلم راح ينزل بدون ما يتأذى. نغرس القلم بالتربة بعمق 5 سنتي أو بعمق 4 سنتي بهذا الشكل. وبعد ما نغرس القلم نرجع نسقي التربة من جديد مشان نستخرج الهواء من الداخل، وبعدين نحط السطل بمكان مضيء أو نحطه تحت خيمة بلاستيك. وخلال شهر ونص تقريبا القلم راح يصير بيه نمو خضري وراح يصير بيه جذور. وبالنسبة لموعد الزراعة، لازم نزرع أقلام العنب وقت التقليم. إمتى تتقلم عريشة العنب؟ تتقلم إما بشهر 1 أو بشهر 2 أو بشهر 3. بهذن الأشهر مجرد ما قلمت عريشة العنب تقدر تزرع الأقلام اللي قصيتهن. شايفين قلم العنب هذا؟ إذا بدك تزرع قلم عنب بهذا الشكل وبدك العريشة تكبر عندك وتكون جذورها قوية، أنا أنصحك بهاي الطريقة. قلم العنب هذا أنا زرعته من فترة، لو شلت القلم راح تشوفون إيش قد جذوره كثيفة. مثل ما لكم شايفين، طالما الجذور قوية، طالما العريشة خالية من الأمراض، وطالما العريشة راح تعطيك عنب. كل ما كانت الجذور قوية تأكد كل ما كانت العريشة نموها سريع، وكل ما كان عطتك عنب بشكل أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. بالنسبة للشجرة اللي زرعناها من خلال العقل أو الأقلام، ما لازم نطعمها لأنه ما تحتاج تطعيم. إذا زرعنا عريشة العنب من خلال البذور ممكن نطعمها، لأن إذا زرعناها من خلال البذور راح تكون برية. أما لو زرعنا من خلال العقل راح تكون شجرة مثمرة بدون ما نطعمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.